بسم الله الرحمن الرحيم. والله لولا أني شفت الفيديو بنفسي وسمعته بالصوت والصورة ما تهيأت وما تخيل إن الأنبا شنودة يقول كلام زي كده. ده طبعا الفيديو الدقيقة 36، قناة كنيستي واحد، بعنوان ربنا موجود 10/11/2010. اسمعوا بيقول ايه الأنبا شنودة. واحدة بتقول أنا متزوجة من 30 سنة وعارفة إن زوجي خاين مع شغالة في البيوت من سنين، رغم إنه شماس وخادم. ركزوا يا شباب، ده شماس وخادم، راجل شماس وخادم وبيخون زوجته مع واحدة من 30 سنة. اسمعوا. ووعدني ووعد رغم إنه شماس وخادم، رغم إنه شماس وخادم، ووعدني ووعد أب اعترافه كثيرا بالتوبة وما فيش فايدة. هل دي خطية إن عايشة معاه وأنا عارفة خيانته؟ أول سؤال أسأله لك، كيف استطاع أن يفضل الشغال عليك؟ عايزاني أحل الموضوع ده، هاتيلي الشغالة دي. سامعين الأنبا شنودة بيقول ايه؟ شغالة زانية، عايز يحل الموضوع ده. اسمعوا. الشغالة دي عايزاني أحل الموضوع ده، هاتيلي الشغالة دي. أتفرج عليها. هاتيلي الشغالة اتفرج عليها. لو اقل عالم من علماء المسلمين عمل الحركة دي، للإعلام كله هيقوم، مش هيسكت. الإعلام كله هيقوم. ادي المشايخ، ادي المشايخ، كيف بأكبر رأس في الكنيسة. عايزاني أحل الموضوع ده، هاتيلي الشغالة دي. أتفرج عليها. اتفرج عليها. أتفرج عليها. وإن ما قدرتيش تصلحيه روح اشتغل شغالة. بالله عليكم، ده يصلح من راجل دين؟ بالله عليكم، واحدة جاية تشتكي له من زوجها وتتعالج معاه ازاي؟ يقول لها هاتيلي الشغالة عشان اشوفها، وان ما قدرتيش تصلحيه روح اشتغلي انت شغالة. روح اشتغل شغالة. أتفرج عليها. وإن ما قدرتيش تصلحيه روح اشتغل شغالة. المشكلة الكبرى اللي مش بيسقفوا واحدة واقعة في مشكلة وجاية تقول له ايه العلاج يا ابونا؟ يقول لها روح اشتغلي شغالة، وهاتيلي الشغالة اشوفها واتفرج عليها. ايه الرد ده؟ رد دين؟
وإن ما قدرتيش تصلحيه روحي اشتغلي شغالة. الكنيسة كلها بتضحك عليها.